يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفة حلوة جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل مسقعة ورز بشعرية. وبعدين غيرنا رأينا وحطينا كل الحاجات على بعض، وبقت الكفتة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي احلى من المسقعة واحلى من الرز بشعرية. ايه رأيكم فيها؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ قريبة جدا جدا بنسبة كبيرة لكفتة اللحمة، كفتة الرز العادية اللي بنعملها باللحمة. دي مكونات المسقعة. كنت ناوية اعمل مثلا حتتين البتنجان دول مسقعة، ورز وحبة شعرية اللي في الكيس دول، وخضرة وقرن فلفل رومي وبصلاية وكان فص توم. وهكتب لكم المقادير كلها بالظبط اللي انا عملتها في صندوق الوصف. البتنجان غسلته، والبتنجان ده كان عندي في التلاجة ليه كذا يوم، فحتى القشرة بتاعته ايه بدأت كانت تمرض شوية كده تدبل. فالمهم قلت اعملهم مسقعة، وبعدين غيرنا رأينا في اخر لحظة وقلت اعملهم على بعض ونغير كده ونشوف الفكرة الحلوة دي. قطعت البتنجان كده قطع صغيرة، بس الغلطة اللي انا غلطتها ما تغلطوهاش انتوا، اللي هي ايه، قشروا البتنجان. يعني مهمة جدا خطوة انكم انتوا تقشروا البتنجان. اوعوا تفرموه بالقشر بتاعه. الا اذا لو كان صابح وحسيت ان القشر بتاعه هيتفرم، انما انا عشان كان دبلان شوية فالقشرة بتاعته ما اتفرمتش معايا حلو. هي دي الحاجة الوحيدة بس اللي انا ايه يعني المفروض كنت عملتها. تمام. فانتوا بقشروه، وفي كل الاحوال لو قشرتوه في النوع ده من الكفتة هيكون افضل كتير. فانا قطعت البتنجان، وبقيت كل ما اقطع حتتين او نص واحدة اروح رش عليها شوية ملح واحطها في المصفى، حاطة تحتيها طبق زي ما انتوا شايفين كده. بقطع وارمي في المصفى ورشة ملح ابيض. تمام. اهو رشة ملح خفيفة كده على الوش، على كل قطعة يعني. تمام. قطعت ورشينا الملح وركنتهم على جنب. وبدأت بقى ايه، يا دوب غسلت الرز، وعلى ما سبته يتصفى ونشف شوية طحنته. وطحنت حوالي 4 معالق شعرية معاهم. مهم جدا 4 معالق شعرية او اكتر زي ما انتوا حابين، 4 او 5 يعني حوالي ربع كوباية كده او اكتر شوية تقريبا. ما وزنتش حاجة بصراحة. بس الرز كان نص كيلو. البتنجان ده برضو هقول لكم كان تقريبا اقل من كيلو شوية، يعني هما 3 بتنجانات اللي انتوا شفتوهم دول. مش فاكرة وزنهم، بس كان تقريبا اقل من كيلو شوية. انا وزنتهم بس بصراحة على ما جيت اسجل لكم الفيديو نسيت كانوا قد ايه، يعني حوالي 900 جرام تقريبا، حاجة زي كده. طبعا البتنجان لما برش عليه الملح بيخس جدا، نزل ميته كلها، وعصرته كمان بايدي. هنا غسلت الرز ونشف فطحنته، والشعرية طحنتها، هم دول اللي انتوا شايفينهم، والخضرة والبصلاية وكان فص ثوم وقرن الفلفل. الخضرة دي متشكلة شبت وبقدونس وكزبرة. وحطيت قرن فلفل رومي واحد، والبصلاية واحدة، وحوالي نص راس توم. هم دول اللي انا بفضيتهم في الكبة وده فرمتهم. تمام. دول كان فص توم اهو، حوالي نص راس تقريبا توم. آه وهنا البتنجان بصوا خس ازاي، نزل مية كتير جدا. عشان عايزاه ينزل ميته عشان ما يشربش، يعني ما يكونش العجينة بتاعته طرية. ده الرز والشعرية، نص كيلو رز وحوالي كام معلقة شعرية، 3 4 معالق مش هتفرق يعني. بس مهم جدا الشعرية دي. الخضرة والبصل اهو فرمتهم ونزلتهم على البتاع، على الرز والشعرية. هديهم تقليبة حلوة جدا مع بعض. واحط بقى الاول هحط البهارات بتاعتي وبعدين هقلبهم. حطيت بابريكا، رشة جوز الطيب، رشة حبهان مطحون، فلفل اسود، كمون، آه، البهارات زي ما انتوا حابين، وشوية كزبرة، شوية كزبرة مطحونة ناشفة. زي ما قلت لكم البهارات، حطوا البهارات اللي انتوا حابينها حطوها. ممكن كنت تحطوا مكعبات مرقة، بس انا راعيت ان انا حاطة في البتنجان ملح كتير. فطبعا البتنجان اللي انا حطاه وفرمته ده مالح. آه، تمام. يعني أنا كده فرمت كل حاجة مع بعضها. الخضار كله اتفرم مع بعضه، والرز والشعرية مطحونين في الكبة، وقلبتهم مع بعض. وبعد كده رجعت حطيتهم في الكبة تاني، وعدت ايه طحنهم مع بعض بعد ما عجنتهم بإيدي، يعني كل حاجة لوحدها. وبعد كده عملت كله تاني في الكبة. اديتهم لفة كده في الكبة تاني مع بعض عشان ينعموا اكتر. بعد كده مهمة جدا الخطوة الجاية دي بقى، انه تحطوه في التلاجة. حطوها في التلاجة لحد ما تحسوا كده ان هي اتمسكت،
والرز شرب مية الخضار كلها ومية البصل عشان تعرفوا تشكلوها كده. انا خلصت اهو، لفتهم في الكبة تاني وخلاص على كده. وحطيت لهم برضو ايه ملح بسيط جدا جدا، تدوقوها طبعا، مهم جدا تدوقوها عشان ما تملحش منك، لان البتنجان كان مليان ملح. افضي بقى كل الكمية في الطبق دوت وركنتها في التلاجة. حطيتها في الفريزر بصراحة بتاع حوالي تلت ساعة كده وطلعتها. لو انت مش مستعجلة حطيها في التلاجة لحد ما تحس ان هي اتمسكت وتعرفي تشكليها، خرجيها بقى وشكليها وابتدي ايه حمري فيها كده. خلاص تمام جدا. دخلتها بقى التلاجة وخرجتها بعد شوية وبدأت احمر فيها وانا واقفة كده. حطيت الزيت وانا واقفة كده، يعني بقيت اصبع وارمي في الزيت على طول. الخطوة بقى اللي هتخليها لك طعمها حلو الصلصة بقى. شايفين الصلصة؟ صفرت بصلاية كبيرة يا دوب اصفرت كده، ونزلت عليها بكيلو عصير طماطم. ده حوالي كيلو عصير طماطم، وسبتهم يتسبكوا. حطيت لهم يا دوب مكعب مرقة خضار بس، مش اكتر من كده. عايزين تحطوا حاجة تاني فيها حطوا، لو احتاجت ملح يعني. برضو انا مش بحب الملح كتير في الاكل. فهنا ايه حطيت بقى الزيت وبدأت نحمر اهي. بشكل صوابع صغيرة وقصيرة عشان بس ما تتكسرش مننا في التحمير. لو ان هي كانت متماسكة وجميلة. وعايزة اقول لكم ان كفتة البتنجان دي انا اول مرة اعملها، واللي لاحظته فيها ان هي بتكون ايه اسفنجية كده وفي نفس الوقت متماسكة. يعني بصراحة حلوة جدا، اسفنجية ومتماسكة في نفس الوقت، يعني ما فكتش مني ولا صباع فك مننا حتى بعد ما حطيناها في الصلصة. ممكن تاكلوها كده متحمرة، بس على فكرة كانت حلوة يعني، عجبت ولادي متحمرة كده برضو، قالوا كده حلوة وكده حلوة. الطريقتين حلوين، تاكلوها كده تنفع، تحط مثلا شوية في الصلصة تنفع. بس انا بقينا نحط في الصلصة اول باول، مرضتش احط كل الكمية مرة واحدة. يعني كنا الطبق اللي هناكله بنعمله بنحط له الصلصة تكون بتغلي وتنزلي عليها غلوة واحدة على الكفتة، يعني في الطبق. انا كنت بعمل طبق طبق يعني بصراحة. التحمير حمرت الكمية كلها مرة واحدة، انما الصلصة اللي هتحطي في صلصة يعني شوية شوية صغيرين كده، وغلوة واحدة في الصلصة وتروحي ايه شايلها من على النار. تمام. اي زي ما انتم شايفين شكلها طالع حلو ازاي، شبه كفتة اللحمة ولا لا؟ بالظبط. واسفنجية كده وهشة حلوة من غير لا بيكنج باودر ولا كربونات ولا اي حاجة خالص حطيناها فيها. جربوها بنفس المقادير دي هتعجبكم اهي. كفتة اقتصادية جدا حتى من غير صيامات، يعني اعملوها حلوة. بس قشروا. شايفين الحاجات السوداء دي؟ ده قشر البتنجان. دي الغلطة اللي انا غلطتها، المفروض بصراحة كنت قشرتها. بس زي ما قلت لكم بجد يعني انا اول مرة اعمل كفتة البتنجان. يعني مطلعة الحاجات وهعمل مسقعة فقلبتها بقى ايه كفتة. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. ده طبق واحد هحط عليه شوية كمان شوية كفتة تاني، وحطيت الصلصة زي ما انتم شايفين كده اهو. الصلصة بتاعتي متسبكة وريحتها كانت جميلة جدا. البصلة كانت كتيرة ولونها اصفر، فطلعت حلوة. غلوة واحدة بس على النار، ورحت ايه طفيت عليها وخلاص نزلتها من على النار. بصوا شكلها عامل ازاي بقى، متماسكة وهشة وجميلة جدا جدا. طعمها حلو قوي بجد، هتعجبكم. البتنجان من الحاجات اللي ناس كتير بتحبها، فجربوها هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك بقى للفيديو، ونشوفكم على خير فيديو جديد. جربوا الوصفة دي بإذن ربنا هتعجبكم، وباي باي. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you